ازيكم عاملين ايه؟ وصفتنا المرة دي وصفة سهلة وبسيطة كده، وصفة حلويات كده. زي ما قلت بسيطة جدا وسهلة ومكوناتها مش صعبة خالص. ولو أول مرة تشوفوني ياريت تعملوا سبسكرايب للقناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا أي فيديو جديد أنزله. بصوا منظرها بقى لما بتطلع من التلاجة بتبقى زي الكيك بالظبط وقوامها طري جدا. بس من غير بقى دقيق ولا بيض ولا أي حاجة، على البارد كده ولذيذة وسهلة. في ربع ساعة بالظبط هتكون خلصت. بصوا جمالها وسكرها مظبوط جدا وحلو وبصوا بقى لما بنيجي نقطعها كده بالمعلقة او ناخد حتة يعني بالمعلقة. طرية جدا جدا، يعني مناسبة جدا لأي حد عنده أطفال. بجد هتعجبهم جدا وهتبقى طرية قوي عليهم ومفيدة جدا ومغذية. بصوا بقى أول حاجة عملتها، في بولة كده جبت الكريم شانتيه بتاعي وهبدأ أفضيه في البولة. أنا استخدمت من الكيس ده، الكيس الصغير ده استخدمت منه 4 أكياس. تمام. لو الحجم الكبير اللي هو بيبقى مكتوب عليه عبوة التوفير او كيس التوفير، هنستخدم ممكن كيسين. تمام. هبدأ بقى انزل باللبن تدريجي على ال4 اكياس دول. هنزل باللبن تدريجي، اول كوباية لبن اهي هضيفها وابدأ اقلب كده لحد ما اللبن والكريم شانتيه يختلطوا كويس خالص. بعدين هنزل بنص كوباية كده تاني واقلب. تمام. حجم الكوباية دي. وبعدين هنزل باقي نص الكوباية بقى كده تاني. فكده استخدمت كوبايتين من اللبن لحد دلوقتي، وقلبت طبعا في النص لازم اقلب كويس خالص. بصوا كده بدأ اهو قوامه هيبدأ يظهر. تمام. فكده انا استخدمت 3 كوبايات كبيرة من اللبن على ال4 اكياس دول. بصوا قوام كده مناسب جدا وهيتفرد معايا بسهولة. اهم حاجه التقليب كويس خالص لحد ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. بس اللي هو يبقى اهم حاجه القوام ما يبقاش تقيل قوي يعني ولا خفيف قوي. بعد كده استخدمت نوع البسكوت ده، وهجيب الصينيه البايركس بتاعتي، اي صينيه مدوره يعني مربعه عندكم، يفضل تكون مربعه يعني. وهنجيب بسكوت بقى ونبدا نوزعه كده تحت في الطبقه الاولانيه بالمنظر ده كده. لو في بسكوت مكسر ممكن نحطه كده في الجوانب بتاعه الصينيه، يملى الجوانب، يعني نكسر البسكوت ونملى الجوانب. تمام. بعدين هبدأ أسقسقه باللبن كده، أسقسق الطبقة الأولانية دي بلبن عشان هتخليه يطرى معايا ويبقى طري كده وما يبقاش اللي هو البسكوت مقرمش يعني. وميزة نوع البسكوت ده ان هو اصلا بيتأثر باللبن بسهولة يعني. مش هيبقى صعب في ان هو يعني بيدوب في اللبن بسهولة. تمام فاهميني. واهم حاجة نستخدم بسكوت يكون انتوا تكونوا عارفين ان سكره مش عالي، عشان الوصفة اصلا فيها موز وكريم شانتيه وكده، فالدنيا ما تبقاش سكرها عالي للناس اللي يعني بتبقى حساسة شوية للسكريات. انا برضو من نوع الناس اللي ما بتحبش حاجة تبقى سكرها عالي. بحب الحاجة سكرها مظبوط يعني. تمام. بعدين هنزل بقى بطبق من الكريم الشانتيه كده. ويستحسن نفرد بظهر المعلقة الألمونيوم العادية اللي بناكل بيها، بلاش سباتيلا، لأن أنا جربت السباتيلا بتروح ماسكة كده ولازقة في الكريم شانتيه والبسكوت يروح متحرك من مكانه وبتبهدل الدنيا الصراحة. لأن احنا مش حاطين طبقة سميكة قوي من الكريم شانتيه، فعشان كده بتبقى السباتيلا بتبقى بتبهدل الدنيا يعني. فالمعلقة بتظبط، لا بتخلي الحاجة مكانها وثابتة يعني، ظهر المعلقة يعني كده. وبعدين حطيت طبقة من الموز زي ما انتم شايفين، قطعها حلقات كده وحطيت طبقة من الموز. بعدين هضيف طبقة تانية من البسكوت كده، تاني طبقة من البسكوت. بعد ما اضيفها كده واخلصها برضه هسقسقها بشوية لبن. حاجة بسيطة كده زي ما انتم شايفين، باخد بيدوبك حتة صغيرة بالمعلقة كده وابدأ اسقسق بيها البسكوت. بعد ما نخلص بقى كده هنبدأ نضيف الطبقة التانية من الكريم شانتيه. يبقى كده طبقتين بسكوت لغاية دلوقتي وطبقتين كريم شانتيه وطبقة واحدة من الموز. نضيف بقى كريم شانتيه كده واوزعه بالراحة عشان البسكوت ما يتحركش من مكانه. هو طالما القوام بتاعه مظبوط مش هيبقى صعب في الفرد يعني. تمام. بعدين بقى اضيف الطبقة التانية من الموز، يبقى كده طبقتين من الموز.
ودي الطبقة التانية والأخيرة من الموز، مش هنستخدم موز تاني. وبعدين الطبقة التالتة والأخيرة برضو من البسكوت، نبدأ نحطها كده. وبعدين بعد برضو ما نحطها هنحط الطبقة التالتة والأخيرة من الكريم شانتيه. بصوا زي ما بقولكوا كده، باخد البسكوت المتكسر وبحطه في الجوانب كده بتاعة الصينية، عشان تبقى كل قطعة كده ناخدها تبقى فيها بسكوت. حطيت بقى الطبقة التالتة والأخيرة برضو من الكريم شانتيه، وهبدأ أوزعه كده بالراحة. أهم حاجة إن الوصفة دي نسيبها ترتاح على الأقل نص ساعة في التلاجة. لو التلاجة قوية وبتاعتكم يعني قوية وكده، خلاص نص ساعة تكفي. لو التلاجة ضعيفة شوية يبقى نسيبه ساعة. ونبدأ نسقسق بلبن، لأن أنا نسيت أسقسق الطبقة الأخيرة بتاعة البسكوت بلبن، فهسقسق عادي وش الكريم شانتيه. وبعدين هضيف بقى بسكوت مكسر كده، كسرته بإيدي على الوش، بيدي منظر جمالي طبعا وطعم حلو. بعدين هغطيها بفويل عشان متاخدش أي ريحة من التلاجة، وأسيبها بقى ساعة كده أو نص ساعة، وهتكون كده ممتازة وجاهزة للأكل. ويا رب تكون الوصفة كده عجبتكم، ويتمنى ان انتوا تعملوا سبسكرايب كده للقناة وتتابعوني أول بأول. وشكرا جدا لمشاهدتكم.